خطوط متقاطعة كل منها يوصلنا بقدر. كانت هواية، من هواية إلى قدر. أقدار نقشت على مر الزمان. زمان كانت فرحتي بيد جدتي وهي تخيط لنا ملابس العيد، وكيف كنت أراقب يدها وهي تخيط بدقة وهدوء. سنة 88 كنت مشاغب شوي، أرجع من المدرسة أدخل المطبخ أشاغب شوي الوالدة. تترك أثرا لا يلمس. لما ألمس الأرض إيدي ترجعني لشعوري وأنا صغير. دائما لمسة الشف الأخيرة هذه بتكون لمسة اليد، ضروري، ما بالملعقة أو بالقفازات، هذه بتكون اللمسة النهائية. الذاكرة تتذكر لين ما يصبح عمرك حتى لو 80 سنة. ذكر أبوي لما كان يعزف بإيد اليسار ويعزف يمسك القوس بإيد اليمين، فهذه تقول شيء وهذه تقول شيء. بس غير لما أنت تخلط بإيدك في شعور وإحساس جميل جدا. هنالك شكل لما لم يقال، حركة تشبه الصلاة، تكرار صامت لا يعرفه إلا من أخلص للشيء. ليست اليد ما تصنع بل ما تتركه خلفها. لكل يد أثر ولكل أثر مهنة. أنا مهنتي عازف كمان، وارتباط إيدي بعزفي على الكمان ارتباط وثيق لابد منه. خالد قال لي يعني إيش راح تصير، يعني قلت له إن شاء الله راح أكون شيف. ولكل مهنة ذاكرة، ولا ذاكرة تروى إلا حين تتكلم اليد. إني تعلمت هالشي كله من يد جدتي. كان إيدها هي اللي تمسك آلة الكمان وتعزف علشان أنا أجي. اليد اللي تزرع عمرها ما تموت. المهنة هذه ما راح تنقرض، لأن هي من طبيعة البشر، طالما في بكرة معناته في أكل.